هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ جيت لكم كده النهارده بفيديو سريع. هنعمل مع بعض حاجه حلوه جدا تنفع عشوه سريعه جنب الاكل، تبقى تحفه. هنعمل ايه مع بعض؟ هعمل معاكم كده صينيه جلاش بالجبنه، والوش بتاعها هيبقى بيتزا، هتطلع ايه خطيره معاكي. عندي ايه المكونات؟ انا عندي جبنه، ده ربع كيلو جبنه. مش لازم أن تأزموا على نفسكم ونجيب جبن غاليه وكده. اساسا الاسعار دلوقتي اساسا راحت في داهيه، فايه الجبنه اللي في العلب العاديه. انا عندي جايبه ربع كيلو بس، عاملاهم نوعين مع بعض ميكس كده، يخلي الطعم بتاعها ايه حلو. والله ولو ما عندكيش وعندك جبنه قريش برضو بتطلع رهيبه، اي نوع جبنه عندك. عندي ربع كيلو جبنه، وعندي لفه جلاش، وعندي بقى دوت فلفل الوان، زيتون، طماطم، وعندي زبده. حطيت على الزبده دي شويه زيت عشان تخلي الجلاش بتاعي مقرمش، وعندي كوبايه لبن وبيضه وشويه ملح وفلفل ايه للبيض. يلا بينا نعمله مع بعض. جبت بقى الصينيه بتاعتي اهي اللي هعمل فيها، وهبتدي ان انا ادهنها بالزبده كده معايا. اهو الصينيه دي هتاخد نص لفه الجلاش، مش الجلاش كله يعني، عشان ايه ما يطلعش تخين معاكي. وهبتدي ان انا ايه احط كده ورقتين، ايه ورقتين. اهو حطيت ورقتين كده جلاش، وهبتدي ان انا ادهن ايه زبده كده. الطروف بتاعتها ديت انا اللي عاملاها كده عشان اقفل صينيه الجلاش ايه من الطروف معايا. وهبتدي ان انا برضو اجيب ورقتين تاني، ورقتين ورقتين زي ما ايه قلت لكم. احطهم كده، بسم الله. وندهن برضو بالزبده كده. هعمل ورقتين تاني برضو، بس هدهن الطروف برضو معايا كده عشان ايه ما تبقاش اللي هي نية. الزبدة هي اللي بتخلي الجلاش يقرمش ويورق معايا. وهحط ورقة كده بقى في النص، وهبتدي افرد الحشوة بتاعتي اللي هي الايه الجبنة معايا. احط بقى الجبنة كده زي ما قلت لكم. زي ما قلت لكم ما تأزموش على نفسكم خالص، اي نوع جبنة والله بتبقى تحفة في الجلاش. حتى لو بقول لكم جبنة قريش برضو بتطلع خطيرة فيه. هفردها بقى كويس كده. انا فردت الجبنة اهو معاكم. هبتدي ان انا اعمل ايه الطروف دي كلها ادخلها كده. الطروف اهو كلها حطيتها على الجبنه كويس. وهعمل ايه هدهنهم برضو بالايه بالزبده كده معايا. ادهنهم بالايه بالزبده. وابتدي بقى اجيب ورقه تانية. حطيت الورقه التانية اهو، وهدهنها برضو بالايه بالزبده كويس. زي ما قلت لكم ورقتين ورقتين مش ورقه واحده، ورقتين ورقتين كده. وهجيب واحده تاني. خلاص انا مش عايزه اكتر من كده، هما يعني يعتبر 8 ورقات او 10 بالكتير قوي، عشان الصينيه بتاعتك ما تبقاش تخينه ايه معاكي. بصوا بقى انا هعمل ايه. زي ما انا ضميت اللي تحت فوق، لا انا عايزه بقى اعمل شكل الصينيه يبقى مدور كده وحلو معايا اهو كده. هعمل بقى الطروف كده كلها وايه، وارجع اوريكم شكل الصينيه بتاعتي. اهو عملتها بقى. هبتدي ان انا احط الطروف كده كلها، اغرقها ايه زبده عشان تقرمش معايا. تمام كده. وعلى الوش برضو هنا كويس زبده. وهعمل ايه دلوقتي؟ هقطعها قبل ما احط عليها حشو البيتزا بتاعي. هقطعها كده مثلثات وارجع لكم تاني. بعد بقى ما دهنت الجلاش بالزبده اهو، جبت بقى البيضه كده وهحط عليها ايه شويه ملح كده وشويه فلفل. ابتدي ان انا اضربها كده كويس جدا. واضيف بقى ايه كوبايه اللبن. اللبن انا حاطه معاه ايه الوش يعني شويه قشطه كده معايا، مش لبن خام يعني، لبن على الوش بتاعه كان فيه شويه قشطه. وهضرب كويس كده شويتين كفايه. ضربتها كويس اهو. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه هسقي بقى الايه الجلاش بتاعي كده باللبن. هسقيه واشربه كده في كل الطروف. بقى كده الجلاش بتاعي باللبن والبيض. هبتدي بقى ان انا احط كده الطماطم. هحط بقى الايه الخضار اللي انا ايه كنت عاملاه.
اهو حطيت بقى الخضار بتاعي وعملت وش البيتزا اهو. زي ما قلت لكم انا عاملاها لكم بابسط طريقه، مش عايزه اعقد عليكم الدنيا، ولا حطيت عليها من وشها جبنه ولا حاجه، مش عايزاها برضو تبقى مكلفه. الاسعار دلوقتي بقت غاليه جدا، مش عشان مثلا هنعمل صينيه بيض جلاش بالجبنه هتكلفنا قد كده. وليه لا، احنا هنوفر ونعملها بسيطه وبمكونات بسيطه ومش مكلفه، وفي نفس الوقت هتطلع طعمها خطير. اساسا وانا ببتدي اعملها انا كنت مسخنه الفرن، احطها بقى على النار متوسطه كده لحد ما تبتدي اللبن يتشرب كده وتنفخ، هولع عليها الشوايه من فوق وارجع اوريها لكم بعد ما تتعمل معايا. دي صينيه الجلاش بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن، شايفين يا جماعه؟ رهيبه، خدت اللون واتقرمشت كده من تحت. جربيها تطلع معاكي حلوه جدا جدا. هستنى تقولي لي رايك فيها ايه. عملناها بمقادير بسيطه ومش مكلفه خالص، وفعلا فعلا على قد الايد، وفي نفس الوقت الطعم بتاعها ايه خرافي. جربيها وهستناكي تقولي لي رايك فيها ايه. وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد.